البتنجان اخد البرجر في حته تانية. البتنجان اخد الحواوشي في حته تالته. البتنجان اخد اللحمه المفرومه في حته رابعه. البتنجان هو البتنجان ده اصلا بيتحط مع ايه؟ شات جي بي تي باختصار شديد ايه الاكلات اللي البتنجان بيتحط معاها؟ البتنجان بيتحط مع فراخ، سمك، خضار، جبنه، عيش. طب هل اغلب الناس بتحط بتنجان على البرجر؟ لا يا قلبي، مش اغلب الناس خالص. الخلاصه الصريحه من غير تجميل، ينفع منتشر لا. تمام، شكرا يا جار، هجيلك تاني في اخر الفيديو. في يوم عادي خالص كنت بشغل اليوتيوب على التلفزيون، في فيديو غريب قوي طلع لي بالصدفه. يرجع لحادثه مهمه جدا وهي حاله حارس مرمى الاسماعيلي عواد. في 2016 الاسماعيلي كان بيلعب النصر للتعدين، متعادلين 1-1 والدنيا مولعه، وفي هجمه مرتده للنصر المفروض تيجي جول رسمي، محمد عواد بيخرج بره منطقه الجون بنص كيلو تقريبا، وبكل بساطه بيصد الكره بايده لوحده تماما. عمل سبرنت وطالع محمد عواد. لقطه عواد دي لما بصيت لها من زاويه تانية لقيت فيها كنز ناس كتير ما خدتش بالها منه، مع ان الفيديو ده مشهور قوي. والنقطه دي لما اخدت بالي منها لقيت ان هي اصلا مؤثره في حياتي بشكل كبير قوي. تفتكر محمد عواد في اللحظه دي لو هو كان واعي ومركز ان هو بره ال18 وانه لو صد الكره بايده هياخد طرد وهيتسبب ان فريقه يخسر بسببه، كان هيمد ايده؟ الاجابه ببساطه لا، والدليل كلامه بنفسه اللي قاله للمذيع. قال له ربنا هو اللي عمل كده عشان لو انا كنت اتطردت كنت هرجع احتياط تاني بعد ما بقيت الحارس الاساسي. بس هو ربنا عايز كده يعني، لان انا لو كنت اتطردت في الماتش ده ما كنتش ممكن العب فتره طويله يعني. معنى كده انها حركه عشوائيه، وهنا بقى الكنز. انا مش بتكلم هنا عن الحارس ولا الماتش، انا بتكلم عن ان محمد عواد لو كان مرتب ومركز وحاسبها كان خسر، انما العشوائيه هنا هي اللي انقذته. اللحظه اللي ما كانش فيها ترتيب ولا تنظيم كانت احسن قرار خده. 22 لعيب و4 حكام وملعب كامل ولا واحد خد باله. لحظه من كتر ما كانت عشوائيه حرفيا المخ ما لحقش يقراها. بس هقول لك استنى، هو انت ما كنتش حاسس؟ ما كنتش حاسس، انا في الملعب ما كنتش حاسس. يعني انت في الملعب ما فيش. وانا هنا مش بكلم كل الناس، انا بكلم الناس اللي عايزه تبدع، الناس اللي شغلها قائم على الابداع والكرياتيفيتي، رسام، مغني، صانع محتوى، مخرج، اي حد شغله قائم على الاحساس قبل القواعد. مش كل بروجكت قوي او فيه كرياتيفيتي بيطلع من الترتيب اصلا، واحيانا اجمد شغل بيجي من اللحظه اللي جت بالصدفه. لو انت بتستنى الفكره الكامله بتقول لما ابقى جاهز الافكار هتيجي، انت غالبا كده اصلا بتقفل على نفسك باب الابداع. حلو. علي ربيع واحد من اكتر الناس اللي ضحكت الجمهور في مسرح مصر. لما انا اجيب الشبكه والشقه والفرح يبقى انا اتجوز بنتي. مش بس الجمهور، اللي واقفين معاه على المسرح نفسهم كانوا بيضحكوا. ما يصحش كده، انت بتناسب وهو مش بني ادم، انت كده جاي تتكلم مع غزاله. لا بس بتقف عند سؤال، هو ليه علي ربيع بيضحك اكتر على المسرح عن السينما؟ كممثل في الفيلم انت دايما محكوم بسيناريو، ممكن اوقات ترتجل بس في مشهد 2 بالكتير قوي، لكن ما تسوقش فيها يعني، فاهم؟ احنا مش هنهزر. المسرح برضه عموما بيبقى سكريبتد، بس المسرح مش فيلم. على المسرح انت مطلوب منك تضحك الناس اللي قدامك مش اللي ورا الشاشه، وده رغم ان شكله اسهل بس في الحقيقه بيعمل ضغط اكتر. يونس شلبي بعد مسرحيه مدرسه المشاغبين قال ان هم كان عندهم مشكله، المسرحيه نجحت لدرجه ان الناس حفظتها خلاص، الافيه بيتقال محدش بيضحك. جينا عرضنا المشاغبين وكانت اتذاعت حوالي فوق ال 20 مره. مش عشان الافيه وحش، لا، عشان من كتر ما المسرحيه اتعادت اتسمع 20 مره قبل كده. الناس كلها قبل ما نقول الجمله بتقولها في الصاله، لا يبقى مفيش ضحك. فالحل بقى ان كل واحد يغير ويلعب براحته عشان الناس ما تتوقعش الافيه وتضحك. لازم هنا العشوائيه تدخل ويبقى في ردود لحظيه وارتجال. المسرح بيقدر قوي الضحك، طول ما انت بتضحك الجمهور اللي قدامك انت جامد. وعشان كده علي ربيع على المسرح كان اكتر واحد بيضحك، مش لانه مثلا اكتر واحد بيهزر فيهم، لانه كان اكتر واحد عشوائي في مسرح مصر. لا هات بس، هتتكلم ازاي؟ لدرجه ان في مرات اول جمله المفروض يقولها اللي هو لسه داخل بيكون ناسيها. الحته دي علي ربيع المفروض ان هو داخل على اساس انه من مباحث الميه، ففضل يقول لهم انا من مباحث الميه يالا ويسكت. انا من مباحث الميه يالا. هو هنا كان المفروض يكمل الجمله بس هو ناسي، وحمدي المرغني المفروض ان في افيه هيقوله مبني على الجمله اللي هو هيقولها، فقال له يعني ايه يعني مباحث الميه، يعني انت عايز مننا ايه؟ اللي هو بيقول له كمل الجمله. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه، انا مش فاهم عايز ايه. علي ربيع عشان ناسي فمش لاقي حاجه يقولها، فقام قال له تاني انا من مباحث الميه. انا من مباحث الميه. بعدها من كتر ما حس ان هو اتزنق فقام قال لحمدي فكرني انا كنت المفروض ايه، انا نسيت خلاص. اتعود عليك. حاسس ان انا ناسي. تقريبا علي ربيع 50% من الافيهات اللي بيقولها بتبقى من عنده كده وهو واقف. في مره اشرف عبد الباقي قال له يا ابني انت اللي بيجي في دماغك بتقوله. احنا شفنا يعقوب، لكن يعقوب بقى في الطبيعه. يا ابني انت اللي بيجي في دماغك بتقوله. بقول لك يا اسطى، الناس كلها عماله تقول ايه هيبهدلنا وبتاع وهياخد مكانها.
ايه رايك في الحوار ده احسن واحد الان؟ يا عم خلصانه ماشي، يعني انت عايز الحل اتفرج على العظمه اللي عملها في الفيديو ده. جرى ايه يا عم لالا؟ انا ما قلتش حاجه اصلا. انت اللي عملته. تمام خلاص حبيبي يا فيزو، شكرا. الاي اي هيبدل ناس كتير، بس مش كل الناس. هو هيبدل اللي ماشي بالنظام، اللي دايما بيمشي على الكتالوج. طيب يعني ايه؟ موقع وير روبوتس تيك ماي جوب بيقول ان مونتير الافلام والفيديو اديتورز نسبه استبدالهم بالاي اي 65%، وده يعتبر هاي ريسك. ومن غير تجميل الاي اي جامد قوي، والرقم ده ممكن اصلا يوصل ل 90% كمان كام سنه. بس في حاجه، ال10% اللي هيفلتوا دول هيعملوها ازاي؟ ببساطه ال10% دول مش هيكونوا بقى اشطر ناس على الكوكب ولا العباقره، بالعكس دول هيكونوا اغرب ناس. الاي اي غبي عامه، بس احنا فاكرينه ذكي. لما هيمنتج مثلا هيعمل ايه؟ يحلل اللي فات، هيمشي على السكريبت بالظبط، وهيكون دارس رد فعل الجمهور قبل كده في كل المشاهد، وعلى اساس ده هيعرف يحط اللقطه ازاي وينفذها. وده في الاخر يعني ايه؟ نظام في سيستم معين، في قواعد وفي نقط محدده هي اللي حركته. ال10% بقى اللي انا لسه قايل لك عليهم دول هم اللي هيمشوا عكس السيستم ده. بص كده الاغنيه دي في الاصل اغنيه فرايحي معموله عشان المفروض الناس تبقى سعيده وفرحانه، بس اول لما نحطها في مشهد غلط على احساس مش بتاعها فبقت اغنيه مرعبه. وده جه لما مونتير حط اغاني الخمسينات السعيده على مشاهد رعب، فبقت الاغاني القديمه كريبي كده وبتخوف. وخد من ده كتير، مخرج مثلا خلى ممثلين في اقصى لحظات الانهيار يضحكوا، سيناريست كتب عن مهرج بدل ما يضحكنا يخوفنا. ودي ببساطه اختيارات غلط بس بقت صح. في الشعره دي بقى هنا الاي اي يقف. نوفمبر 1963 واحد اسمه بول ماكارتني عمل واحدة من أشهر وأقوى الأغاني الكلاسيكية في التاريخ. تخيل إن الأغنية دي بقى بول صحي من النوم لقى اللحن كامل في دماغه كده من غير أي حاجة. قال لك انا قمت من السرير جري على البيانو، وهو بيعزف اللحن على البيانو لقاه مألوف بالنسبه له قوي وجميل زياده عن اللزوم، فقال اكيد اللحن ده مش بتاعي، لا انا سمعته في حته قبل كده وغالبا انا سارقه من حد. فراح سأل اقرب صاحب ليه، قال له لا ما سمعتهاش قبل كده واللحن ده بتاعك، انت مش سارقه من حد. وفي اللحظه دي بول اقتنع ان اللحن ده من دماغه وان هو مش سارقه. بول من الصدفه دي بقى قدر يعمل اكتر اغنيه اتسجلت في تاريخ الموسيقى، اتعمل منها اكتر من 3000 نسخه، ومن اكتر الاغاني ربحا في التاريخ. اي حد بيسمع ومهتم بالاغاني الكلاسيكيه لازم تكون دي في التوب 3 بالنسبه له. بول لما اتسأل عن التجربه دي قال انها خلته يشوف الابداع على انه حاجه غامضه ومش مفهومه. الابداع لحظه سحريه بتيجي بالصدفه مش اكتر. طيب نيجي لاهم نقطه بقى بالنسبه لي في الفيديو كله. انا ليه بدات بالجيار في اول الفيديو؟ انا لما بدات بالجيار في اول الفيديو ما بداتش يعني عشان الاكل ولا عشان اخش اهزر في اول الفيديو، انا بدات بيه عشان هو قدم لنا ريفرنس لاوضح فكره عشوائيه. وبعيدا يعني عن موضوع البتنجان، بس اصلا تقريبا كل الفيديوهات اللي الجيار بينزلها كل كلامه اللي بيقوله فيها بيبقى ارتجال، يعني هو بيبقى هو قاعد وهو بيتكلم من غير سكريبت، على رايه كده لما قال زي اللي طالع ورحت عامل فيديو وكل اللي طلع مني ده ارتجال، انا ما بكتبش سكريبت. عارف يا باين. روح يا معلم زي اللي طالع. الجيار شخص بيشتغل بالخبره مش بالقواعد ولا الوصفات المعروفه، فبالتالي ممكن تشوفه بيحط حاجات مش راكبه على بعض بس هي ماشيه مع احساسه، مش بيفكر ده ينفع، بيفكر ده طعمه حلو ولا لا. البتنجان لما دخل على الحواوشي والبرجر واللحمه المفرومه ده ما كانش اختيار منطقي ولا اختيار شعبي ولا صح حسب الكتالوج، ففعلا ودى الاكله في حته رابعه. لو تشوف دلوقتي الجيار شهرته زادت اصلا بعد الترند ده. قلت لك كذا مره انت مالكش حل، مالكش وصف. فشاوت اوت للجيار بجد، انا بحبه جدا يا جدعان عامه، وهو كان من اول الناس اللي حبت تساعدني لما بدات. في 2022 طلبت منه ان احنا نعمل سكتش مع بعض يعني، قال لي يلا وكان سبورتيف جدا مع ان ساعتها ما كانش حد يعرفني يعني. فحبيبي يا جيار والله، واتمنى تكون شفت الفيديو ده بجد. وعلى تكمله الجيار، علي ربيع برضو يعني عاده اللي بيبقى رايح المسرح ده هو رايح قصده ورايح عايز وحاسس من زمان ان هو عنده تقريبا كل اللي وصل له في التمثيل ده بدا بان هو كان عايز يخش المسرح في الجامعه عشان المسرح مكيف، بس ده مفيش حتى دور الصدفه في الموضوع ولا اي حاجه. انت القصه بالنسبه لك كلها عندهم تكييف جوه بالظبط. لو اديت لنفسك شويه عشوائيه مع الترتيب والتنظيم والاخذ بالاسباب، مش بقول ان انت تبقى فوضوي وكل حاجه تعملها من غير تنظيم، المساحه الصغيره دي بقى ممكن تطلع لك افكار عمرك ما كنت هتوصل لها بالمثاليه والتنظيم والترتيب، وان انت تبقى قاعد مستني كده الابداع هيجي دلوقتي، يلا انا هبدع دلوقتي، انا هعملها دلوقتي. لو انت مثلا واحد بتكتب سكريبتات، مفيش حاجه اسمها ان دي الطريقه الصح لكتابه السكريبت، وده يثبت لك ان الابداع ذات نفسه حاجه ملهاش قواعد، هو كل واحد ليه مدرسه. عشان كده قلت لك في اول الفيديو ان تجربتي مع العشوائيه هي اللي خلتني اطلع
بطلع اجمد افكار في حياتي. من اجمد الفيديوهات مثلا اللي طلعت مني صدفه كان الفيديو بتاع ليه كل جيل بيكره الذوق اللي بعده. اصلا الفيديو ده وانا بكتبه كنت بعمله عن تحليل البوم ويجز اللي هو عقارب اللي نزل الاخير ده، وفي الاخر النتيجه اللي طلعت منها كانت حاجه تانية اصلا. واغلب الفيديوهات اللي فعلا الناس حبتها عندي كلها اتعملت بعشوائيه. بس كده، هستنى رايكم في الفيديو بجد، واحكوا لي كده تجاربكم مع العشوائيه، يعني خلوا الناس تتحمس، يعني هل هي حلوه معاك، لا مش حلوه كده يعني. ده الانستجرام بتاعي، لو حابب نبقى اصحاب تعالى وكلمني وابعت لي. وبس كده، كان معاكم عبد الله لالا، سلام.